الجلسة السرية اللي تم تسريبها قبل لقاء رئيس مجلس الإدارة مع الأعضاء. منصور أصل لازم العيال دولت يتسجلوا، يعني لازم يتسجلوا. قرار اتحاد الكرة بمنع قيد اللعيبة بتوع نادي الزمالك، وإصدار قرار بعدم تسجيل اللعيبة اللي النادي بتاعهم مديون لاتحاد الكرة. مرتضى منصور: أنا عليا 70 مليون وانتم عايزينهم كاش وانا ما معيش وبديكوا كمان مخالفة. محمد ابو النجا: ما انت لسه مدي الراجل بتاع اسوان 5 مليون. مرتضى منصور: ده كذاب، انا ما اديتهوش 5 مليون، ما انا عارف انه قريبك، انا مديله شيك. عشان نحل المشكلة هديلك جواب، هتستلم الفلوس ديت يوم الاحد ب10 مليون. مرتضى منصور: طب ازاي اجيب لكم اعضاء المجلس؟ محمد النشطة: التليفون موجود. مقابلة جمال علام بمرتضى منصور والاتفاق على جدولة الديون بتاعة النادي. كده قال هو مش هيشارك في مسرحية هزلية وخلى الفريق ينسحب، وبالتالي وقعت عليهم غرامات مالية 20% عن كل لاعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف النهاردة ايه اللي حصل مع نادي الزمالك بعد الأزمة الأخيرة في منع قيد اللاعبين. قرار أصدره اتحاد الكرة المصري بمنع قيد اللاعبين في نادي الزمالك، وبالأخص 3 لعيبة كان تم إعارتهم لنادي تاني، هنتكلم بالتفصيل. وكان النادي عايز يستعيد اللعيبه دول. تم بمنع اتحاد الكره من تأييد اللعيبه بتوع نادي الزمالك، والقرار ده جه مبني على شويه مشاكل هنتكلم عليها بعد كده حصلت ما بين مرتضى منصور وما بين اتحاد الكره، واتهامات متبادله بينهم بسبب ماتش الدوري المصري، وخاصه الماتش بتاع فريق الداخليه. علشان كده هنتكلم الاول ايه اللي حصل في الجلسه ديت. اللي حصل في الجلسه ديت، طلع مرتضى منصور قال المشكله مش مشكله فلوس. كل الحوار كله في الجلسه كان يعتبر حوار سري، لكن هنتكلم عنه دلوقتي لان تم تسريب. راح مرتضى منصور عشان يلحق، لان بيبقى فيه توقيت لتسجيل اللعيبه، بيبقى فيه باب مفتوح للتأييد ينغلق في فترة زمنية محددة، الموسم الشتوي والموسم الصيفي. حاليا هو الموسم الشتوي وبيكون منقسم لموسمين، فهو كان عايز يلحق يسجل اللاعيبة دولت، لان لو الوقت عدى خلاص مش هيعرف يسجلهم ومش هيلعبوا الموسم دوت. القرار دوت كان بينص على ايه؟ قرار اتحاد كرة القدم المصري بعدم تأييد اللاعبين في الأندية المديونة اللي عليها ديون، يعني الاتحاد الكرة، واللي ما دفعوش 25% من الاشتراك بتاعهم في اتحاد الكرة. مرتضى منصور عنده مشكلة، محجوز على النادي وعليه مديونية حوالي 70 مليون جنيه. اتحاد الكرة بيقول لي هات كاش، يعني عايزني ادفع 70 مليون كاش، وانا عليا كمان غرامات بسددها للخزينة. ما هو خد غرامة في الماتش بتاع الدوري اللي هو انسحب منه. فراح اتحاد الكرة المصري اتكلم مع محمد ابو النجا وقال له انا عليا دلوقتي 70 مليون جنيه، وزائد ان انا عليا غرامات بسددها للخزينة، فمش هقدر ان انا ادفع المبلغ دوت كاش. محمد ابو النجا: ما انت لسه مدي اسوان 5 مليون جنيه، والراجل اللي اديته ال5 مليون جنيه تحت وهو قريبي واتصل بلغني ان هو خد منك 5 مليون جنيه. رد مرتضى عليه وقال له لا ده ما حصلش، انا اديته شيك هيحصله ب5 مليون وانا عارف ان هو قريبك. مرتضى حس ان في تعنف علشان ما يأيدوش لعيبه بتوع النادي، فقال له انا جاي دلوقتي عشان انا لازم أأيد العيال بتوع النادي، وعندي عرض علشان احل المشكله ديت. انا عامل تعاقد مع شركه هتدفع لي حوالي 60 مليون، فانا ممكن اديلك دفعه، اكتب لك جواب دلوقتي ان انت تستلم دفعه 10 مليون، بس هتستلمها يوم الاحد. الجلسه دي تقريبا كانت يوم الخميس، هتستلمها يوم الاحد، ومستعده اطلب لك الشركه دلوقتي وتتاكد ان فعلا هم يدفعوا ال10 مليون. تدخل وليد العطار، ده المدير التنفيذي لاتحاد الكره في الفيديو،
رد على مرتضى منصور وقال له ايه؟ قال له والله ده قرار المجلس، وانا عندي قرار كده بالنص ده من المجلس. طبيعي مرتضى منصور اتعصب كالمعتاد عليه وقال له انت عارف ان القرار دوت هيولع الدنيا، لان جمهور الزمالك كبير والجماهير بتاعته كمان جماهير راقيه جدا. مرتضى منصور قال له طيب خلاص خد كمان شيك اهوت ب5 مليون، يعني هيديله 5 مليون وهيديله جواب ياخد 10 مليون يوم الحد، وهنجدول بقيه الديون اللي عليه. لكن اتحاد الكره كان متردد وكانوا قاعدين يبصوا لبعض. مرتضى منصور قال لهم لا ما تقعدوش تبصوا لبعض، اصل العيال دول هيتأيدوا، يعني هيتأيدوا. هو انتوا عشان اتحاد كره هتذلونا؟ وان كانت في حسابات بيني وبينكم فخلوا تصفيه الحسابات بيني وبينكم وبلاش النادي. رد عليه محمد ابو الوفا وقال له دي مش تصفية حسابات ولا أي حاجة، أنا معاك ومع النادي الأهلي، لأن في مشاكل برضه للنادي الأهلي بس أقل شوية من الزمالك ومع بقية كل الأندية. وإحنا من أول الشهر وبنقول إحنا ما عندناش فلوس وعايزين ناخد المتحصلات بتاعتنا من الأندية. دخل المستشار القانوني محمد المشط وقال له إحنا ملناش دعوة، ده قرار المجلس والمفروض الكلام اللي بتقوله ده يتعرض على المجلس وبعد كده المجلس يوافق عليه. واعتقد ان مفيش مانع طالما الفلوس هتبقى موجودة. مرتضى مستعجل وقال لهم طيب انا هجيب لكم المجلس منين دلوقتي؟ قالوا له ما هو في تليفون. طب هل مرتضى منصور هيقدر انه يعمل جلسة في اتحاد الكرة ويطلب من اعضاء المجلس ان هم يجتمعوا وياخد عليهم القرار بتاعه، ولا في حد المفروض مسؤول بيبعت الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة؟ منصور قال لهم المشكلة هتكون أكبر من المشكلة بتاعت رئيس مجلس الإدارة بتاعكم جمال علام. المشكلة على قيد 3 من نادي الزمالك، ناصر منسي وأحمد بلجاج ومحمود شبانة، تم إعارتهم لنادي سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة. لكن رد عليه بقى المشطة وقال له محمد المشطة وقال له احنا قلنا بقالنا شهر بنتكلم على موضوع تسوية الديون ديت واتكلمنا كذا مرة، بس لازم مجلس الإدارة يوافق على التسوية دي. مرتضى قال له طيب يوم الحد خلاص ابعت لي حد من الإدارة المالية ياخد الفلوس، وانت كمستشار قانوني هتقوم بجدولة الديون الباقية علينا. محمد المشطة قال له بص من الآخر الموضوع ده هيتحل ازاي؟ الأستاذ وليد يتكلم مع مجلس الإدارة علشان القرار الموجود دوت، القرار اللي هو طلعوه الأولاني بمنع تسجيل اللعيبة إن ما سددوش الديون اللي عليهم لاتحاد الكرة المصري. واعتقد ان هم هيوافقوا طالما الفلوس هتتحول يوم الحد، بس لازم يكون في موافقة اساسا من رئيس مجلس الادارة علشان ينعقد المجلس دوت وياخد القرار. جمال علام هو رئيس مجلس الادارة، هو كان في زيارة للمغرب تقريبا وقطع الزيارة بتاعته ورجع بسبب المشكلة ديت. استقبل جمال علام مرتضى منصور في المكتب بتاعه داخل مبنى الاتحاد، واللي تدخل في الموضوع لتصفية الخلافات دوت وزير الشباب، اللي تم تسديد 10 مليون جنيه من مرتضى منصور. مرتضى منصور عنده مشكلة كانت حاصلة ما بينه وما بين اتحاد الكرة، والمشكلة دي اللي قلت لكم هنتكلم عليها، وهو في ماتش الداخلية اللي بناء عليه قرر الانسحاب بسبب التحكيم. لجنة التحكيم اتهمها اتهامات خطيرة جدا، لكن الجون اللي يعني هو انتهت المباراة نادي الزمالك تعادل مع نادي الداخلية بصعوبة، وده كان في الوقت الضائع ضمن الجولة ال 12 الدوري المصري الممتاز. الزمالك واصل ل 25 نقطة والأهلي كان واصل ل 30، فكان الزمالك في الترتيب الثاني والأهلي كان في الترتيب الأول. فريق الزمالك في الفترة ديت كان مهدد من فريق فيوتشر اللي هو فريق حرس الحدود اللي هو واصل ل 23 نقطة اللي هو ترتيبه الثالث، ان هو لو كسب
فريق سيراميكا كيلوباترا، فده كان هيهدد فريق الزمالك ان هو يخرج من الدوري الممتاز. عشان كده مرتضى منصور فتح النار على لجنة التحكيم، اتهم اتحاد الكرة بالتواطؤ مع التحكيم لإهداء لقب الدوري الممتاز للأهلي، ولمح بالانسحاب، وبالفعل تم انسحابه. بعد كده مسكتش، راح على موقعه على الفيسبوك وكتب وقال: احنا هننسحب لان انا مش هشارك في مسرحية هزلية بيقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام بهدف اهداء النادي المنافس للبطولة. ده قصده على النادي الاهلي. لما عمل كده مرتضى منصور، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ان هو يوقع غرامة على نادي الزمالك 20% من المستحقات لكل لعيب. ده هيخلينا نفتح الكلام عن موضوع الأخطاء في المباراة. بالفعل كان في أخطاء في الماتش بتاع الداخلية، وكان في جون دخل جون تسلل، وده كان كفيل ان هو يوقف المباراة. فريق الأهلي طلب من اتحاد الكرة ان يقوم بالتحقيق في الأخطاء التحكيمية اللي وقعت في حق الفريق، يعني كمان فريق الأهلي فيه أخطاء في التحكيم وقعت عليه، فطالب من اتحاد الكرة ان هو يحقق في الواقعة بتاعة التحكيم دي. غير كده ان الزمالك كمان اشتكى من اخطاء التحكيم، لكن مش اكتفى بس مرتضى منصور ان هو يقدم اعتراض او كده، لا، ده اتهم ان هم كمان بيتواطئوا علشان يدوا اللقب للاهلي. لكن الاهلي كمان كان عنده مشكلة وعنده اخطاء في بعض التحكيمات في بعض الماتشات. خطأ التحكيم في جون الداخلية للزمالك هو كان جون تسلل، واللي اتكلم عليه هو إيهاب الكومي. طبعا إيهاب الكومي كان عامل ترند في الفترة اللي فاتت، وهو عضو في اتحاد الكرة المصري، لكن كان عامل ترند بسبب اعتراضه على الجون بتاع الداخلية، وهو جون مش هو بس اللي تم نقضه ليه، وقال ان هو جون تسلل. ده كمان في حكام دوليين نقضوا المباراة وقالوا ان دوت يعتبر جون تسلل بالفعل. كان فيه هجوم جامد عليه جدا الفترة اللي فاتت، وقالوا فضيحة إيهاب الكومي وفضيحة مش عارفة. إيهاب الكومي أصلا معلق رياضي، وكان صحفي، وكان بيقدم برامج رياضية، وهو عضو في اتحاد الكرة المصري. الهدف وقال ده هدف تسلل، كان واضح جدا. عجب من قرار الحكم المساعد وقرار تقنية الفيديو، يعني بيبقى 3 حكام في الملعب، في منهم حكم اللي هو بيصور الفيديو بتاع الماتش نفسه، وده بعد تداخل لاعب فريق الداخلية مع اللعبة. يعني كان في 2 مع بعض، وده تسلل ودخل بينهم في اللعبة وقام مسجل الجول، وقال ان دوت خطأ كفيل انه ينسف المباراة. مرتضى منصور ليه مشكلة كبيرة مع ناس كتير، يعني اتحاد الكرة وبعض اللاعيبة، فهو عمال يهبش في الكل. عنده مشكلة مع حازم إمام. حازم إمام أصلا اعتزل أو طلع في برنامج في 2020 وقال إن سبب قرار اعتزاله إن النادي ساء في الفترة الأخيرة، وخاصة 2005 و2007. وغير كده إن الفترة بتاعت ال3 مواسم الأخيرة كان النادي فيه الأداء بتاعه سيء جدا بسبب اللعيبة اللي موجودة مش على نفس المستوى بتاعت اللعيبة اللي هم كانوا معاه في الفريق قبل كده، فده بيؤدي لنتائج سلبية داخل النادي. فالجمهور يعرف مين؟ يعرف حازم إمام، فبيحمله المسؤولية كاملة. فقال يعني ان هو زهق من اداء فريق الزمالك، ان هو فريق اداؤه بيقل بسبب عدم جودة اللعيبة اللي داخل الفريق، وان هو مفتقد اللعيبة اللي هم كانوا معاه سنة 2000 لحد 2005 اللي كان ماسك الفريق مرتضى منصور، ومن 2005 مسك فترة استثنائية ل 2006، والفترة التانية مسك من 2015 لحد 2020. لكن كمان مسك مرة تانية في 2014 فترة كده استثنائية. فحازم إمام عضو في مجلس إدارة الجبلية، ما هما بيقولوا مجلس إدارة الجبلية اللي هو إيه، كل فريق
تعتبر يعني زي جبلاية كده، بياخدوا لعيب منها بيبقى ايه عضو في مجلس الإدارة بتاعة اتحاد الكرة الدولي. فحازم إمام هو أصلا بعد ما اعتزل قام بتدريب الناشئين في نادي الزمالك، بقى عضو في اتحاد الكرة المصري. وطبعا اتهامه لسوء إدارة النادي يعني اتهامه لمرتضى منصور. مرتضى منصور رجع من 2022 وهو اللي بيقود الفترة الحالية اللي جاية دي. فأول تصادم ليه كان مع اتحاد الكرة المصري في الدوري الممتاز المصري. كمان تدخل محمد بركات كان لعيب في عدة أندية ومنهم نادي الأهلي، وهو برضو عضو مجلس إدارة في اتحاد الكرة المصري. قال إن الاتهامات اللي وجهها مرتضى منصور ديت المفروض إن هي ما كانتش تبقى معلنة بالشكل دوت، وكانت تحصل مناقشات فيها داخل الأوض المغلقة، يعني حاجات تبقى سكرت كده مش منتشرة على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لأن ده عامل حالة نفسية لجمهور الزمالك. وزائد إن هو كمان كده عمل شحن ضد اتحاد الكرة المصري، لأن بعد ما حل الأزمة بتاعته مرتضى منصور طلع واتكلم وقال إن أحمد شوبير ملوش دعوة وأحمد موسى، وإن كل الناس اللي نقضوا مرتضى منصور في الإعلام المصري غالبا كلهم أهلوية، ونقضوه من ناحية واحدة إن هم بيقولوا إن ده نتيجة سوء إدارة مرتضى منصور للنادي. قال لهم لأ، مفيش سوء إدارة ولا أي حاجة، وانتوا بتتكلموا علشان المشاكل الشخصية اللي بينا، لكن النادي تم اضطهاده من اتحاد الكرة وان هم عايزين يدمروا النادي ده بعد ما حل المشكلة بتاعته معاهم وخلاص سجل الفريق بتاعه. فهل مرتضى منصور المشاكل بتاعته مع اتحاد الكرة بتنعكس على النادي، ولا النادي نفسه اصلا مستهدف الزمالك والاهلي؟ لان هم قالوا في خطة لاتحاد الكرة ان هو يطلع فريق جديد من الناشئين. اتحاد الكرة المصري وضع خطة جديدة اعداد منتخب مصر للشباب لنهائيات كأس الأمم الأفريقية على الأرض المصرية في شهر فبراير 2023. اتحاد الكرة ان هو يقوم بتشكيل فريق جديد خالص من الناشئين، وكده طبعا لازم يفتح الساحة، لان احنا عندنا الفريقين الرئيسيين في الكرة او اللي بيتشكل منهم المنتخب المصري هو الاهلي والزمالك، وبعض اللعيبة اللي هم يعني كويسين في الفرق التانية. لكن احنا عندنا داخل مصر في اضطهاد للزمالك وفي اضطهاد للاهلي، ومش حكاية فلوس زي ما بيقول مرتضى منصور، ده هي حكاية يعني ايه ان تبقى السبوبة ناحية حاجة جديدة. يعني عندنا فريق الحدود ده وصل للمستوى الثالث، وعندنا فريق الداخلية برضو كان بفريق قوي، يعني كان الزمالك أداؤه وحش في الماتش بتاع الداخلية، كان أداؤه وحش، بس الجون اللي جه جون تسلل فعلا فيه، وكان سوء تحكيم واضح زي الشمس، وكان المفروض لجنة التحكيم تراجع تاني الهدف دوت او توقف المباراة خالص. القرار اللي خده مرتضى منصور كان قرار يعني كان رد فعل عصبي، يعني كانت النتائج بتاعته سلبية على الفريق، وده اللي ادى للوضع بتاع الحالة النفسية للفريق. والحالة النفسية لمرتضى منصور دلوقتي سيئة بسبب ان هو بيقول انا خلاص قرفت، انا عايز امشي، انتوا كل حاجة ترموها عليا. الفريق مضطهد من اتحاد الكرة الدولي، من اتحاد الكرة المصري. ارجو ان انا اكون قدرت اغطي جزء من الاحداث اللي حاصله. تابعونا على القناه، فعلوا الجرس عشان توصل لكم الفيديوهات الجديده اول باول. معكم صفاء خطاب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.